احلى مسا على الصحاب. عملت لكم مقارنه يا جدعان وتعبت والله فيها بين سعر العربيه الرسمي اللي هو بتروح على التوكيل بتاع العربيه تقول لهم انا عاوز اشتري العربيه الفلانيه، يقول لك يا باشا هتمنى لنا الاستماره دي وتقعد معانا 3 4 شهور لحد ما تستلم العربيه، وبين سعر العربيه الفعلي اللي انت بتنزل فيه على المعرض تقول لهم انا عاوز العربيه الفلانيه، يقولوا لك يا باشا الدفع قبل الرفع. عندك بقى الشيري اريزو 5 ال 2023 سعرها الرسمي من 450 ل 520 الف جنيه، سعرها بقى الفعلي اللي بره من 490 ل 640 الف جنيه. الكورولا 23 الرسمي من 740 لمليون 275، الفعلي من 920 لمليون ونص. الاوبترا 23 السعر الرسمي 541,500، الفعلي من 645 ل 700 الف جنيه. التيبو 23 من 825 ل 975 الرسمي، الفعلي من مليون و20 لمليون و40. السبورتاج 24 الرسمي من مليون 170 الف جنيه لمليون 640 الف جنيه، الفعلي بقى بص بقى لقطه السبورتاج اللي ايه عامله نفسها مرسيدس او بي ام من مليون 940 ل 2 مليون وربع، اللي هي ايه بقى ان التوسان راحت في حته رابعه خالص. النيسان الصني ال 2024 اللي هي علبه الكنز دي الرسمي بتاعها من 485 ل 551 الف، الفعلي بقى من 490 ل 690 الف. السنترال 2024 دي سعرها الرسمي 740 الف، الفعلي بقى من 900 ل 930 الف. الاكسنت الار بي ل 2023 من 585 ل 635، الفعلي بقى من 740 ل 776 الف جنيه. الاتش دي ل 2023 الرسمي من 655 ل 690 الف، الفعلي بقى من 715 ل 890 الف جنيه. ومعرفش ليه ممكن واحد عاقل يدفع في العربيه دي المبلغ ده. التيجو 3 ل 24 دي ب 625 الف جنيه، الفعلي بقى من 725 ل 740 الف جنيه. التيجو 7 ل 2023 دي من 720 ل 780 الف جنيه، الفعلي من 840 للمليون. واخيرا وليس اخيرا بقى الرينو سانديرو ستيب واي ال 2023 ودي من 635 ل 645، الفعلي من 690 ل 760 الف جنيه. وعندي بشرة سارة بقى للناس المتفائلة اللي بتقول لك اسعار العربيات هتنزل في الفترة الجاية.